النهارده احنا هنتكلم على موضوع اسمه الكيس الدهني. عشان نفهم الكيس الدهني في العين، احنا عندنا في الجفن الفوقاني والجفن التحتاني غدد دهنية بتفرز افراز مهم بيدخل في تركيبة الدموع. الغدد الدهنية دي عددها كبير شوية، يعني هم 30 واحدة فوق و15 واحدة تحت في كل عين. فبالتالي يعني في فرص ان تيجي اكياس دهنيه بشكل كبير. طب الكيس الدهني ده بيحصل ايه نتيجه انسداد في فتحه الغده بتاعه الغده اللي هي الغده الدهنيه اللي موجوده في جفن العين. هذا الانسداد اسبابه بتحصل ممكن نتيجه التهاب مزمن في الجفون. اكتر ناس بيحصل لها الناس اللي بيحصل لها قشور على على الحرف الجيف. انا بشوفها في بعض الاطفال، وانا بقول ان دي بيبقى زي عيب خلقي شوية عند الطفل دوت، ان فتحات الغدد دي بتبقى ضيقة شوية وقابلة للانسداد، فبيحصل عنده تكرر لانسداد هذه الغدد. لما بتنسد هذه الغدة بتتجمع افرازاتها جواها وتعمل التهاب حواليها، تحمر الجفن وتلهبه وتخليه مؤلم شوية ومنتفخ. طب ايه المفروض نعمله؟ طبعا توجه الى طبيب حضرتك المعالج. انا مش مع العلاج عن طريق الانترنت والكلام دوت. ممكن يوصف لك حاجات تحسن الموضوع، لكن اذا كنت انت في مكان غير متوفر ليك خدمة طبية سريعة، الحاجة اللي ممكن تعملها ان انت تجيب قطرة مضاد حيوي زي التوبراميسين او التوبرين، وتعمل كمادات مية دافية على هذا الكيس، على العين اللي فيها كيس دهني. طيب ايه المشكلة او ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ او يعني ممكن جدا لو كيس الدهن ده لسه متكون حديثا بقاله مثلا اقل من اسبوع، ايام بسيطة، مع العلاج والكمادات الدافية العلاج المظبوط مع الدكتور ممكن جدا يستجيب وينتهي تماما. اما اذا طول واتساب وما تعالجش بشكل كويس، ممكن يؤدي ان هو يفضل موجود وما يفضل موجود، لكن الالتهاب نفسه هيتحسن وهيروح، مفيش مشكلة. طب ايه مشكلته لو استنى عندنا؟ مشكلته لو هو حجمه كبير، بيبقى ممكن، وفي الجفن الفوقاني بالذات بيضغط على العين، يعمل لخبطة في النظر، يعمل استجماتيزم. دي نقطة. النقطة التانية، لو هو بيحصل التهابات متكررة فيه، دي نقطة تانية ممكن تحصل. ان هو ساعات اي حاجة موجودة جوه الجسم عندها يعني رغبة ان هي تطلع بره الجسم، ساعات يعمل نتوء على حرف الجفن. ما بحبش ان ده يحصل، لأن بيعمل تشوه في حرف الجفن، وده مش حاجة كويسة خالص. ما بحبش العيان يوصل لهذه المرحلة يعني. فبيبقى ساعتها مع الامور دي الحل هو ازالة هذا الكيس الدهني، وازالته بتبقى بسيطه. بالنسبه للكبار ببنج موضعي كده، حاجه بسيطه في العياده، وبيبقى الفتحه من جوه الجفن مش من الخارجيه، عشان ما بتبانش، ما بتبقاش سايبه اي اثر. بالشفاء ان شاء الله. وبشكر حضراتكم.